بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي صحيح مسلم جدال الشيوخ صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف تعدول لتشر آية عمداسك عصم من الدجال لوريك وإس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إيش دقش إت آية عمدها والجوا سجوه ديال صلى الله عليه وسلم عصم من الدجال لوريك وإس. وفي صحيح مسلم جدال الشيوخ صلى الله عليه وسلم: من قرأ أواخر من سورة الكهف تحت آية دي شاسك عصم من فتنة دجال فتنة لوريك وإس. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. سورة الكهف تحردوز دا آية دي شاسك عصم من فتنة دجال فتنة لوريك وإزوغ بيمر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. إيش حلخل آيتي تحت آيتي ديشي عمري عشان ديال صلى الله عليه وسلم لا مزقح الله قردي حمدي عشان ديال صلى الله عليه وسلم لا مزقح تشهد ديشا شلتها سلم دلع التحيات ديشا شلتها سلم دلع الله قردي حمدي خجوري ديال صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم شو فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيهم مرفصنا أن عائشة ديت حديث الله عليه خلصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ديال الشيء لامز قاعد خجمور اللهم وزن ديال إني أعوذ بك صلى اللحوت
من عذاب جهنم جزغة عازبة، ومن عذاب القبر كش عازبة، ومن فتنة المحيا والممات واخر ولر فتنة، ومن شر فتنة المسيح الدجال مسيح دجالي موج فتنة ضربي عصا يا الله يا عش.